هاي هاي يا حلوين، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. يلا نبدأ بقى كده فيديو جديد بنشاط وقوة وطاقة جديدة بأيام الخريف اللي احنا فيها ديتي، والجو الخريفي والهوا واصلا ده احلى ايام السنة يعني بالنسبة لي، فبكون مبسوطة كده بيها. هنجهز مع بعض كده اللانش بوكس يعني هنعيش مع بعض كده يوم تفاصيله قليلة، يعني ده روتين يعني ما بين يوم الجمعة ويوم تاني قبله كده. فانا ظبطت الاتنين مع بعض، دخلتهم يعني كده مع بعض، اللي هو كان يوم الاربع اللي هو لانش بوكس عشان الخميس كان اجازة بتاعة 6 اكتوبر وكده. فاحنا ده تجهيزات لانش بوكس يوم الاربع وروتين الاربع وتكملة الروتين كان يوم الجمعة يعني وكده. المهم عملنا ايه في اللانش بوكس؟ المخبوزات ديتي انا كنت عاملاها في الفيديو اللي فات، لو حابين تخشوا الفيديو اللي فات هتلاقينا عاملينها بصراحة تحفة والله بجد مش بشكر فيها. هي حلوة والولاد حابينها وطعمها مختلف عن اي مخبوزات انت بتعمليها في البيت عادية يعني، فالمخبوزات دي طعمها حلو. المهم انا فتحت الاتنين التانيين دول، ودول بيشبعوا جدا على فكرة، يعني بيشبع بطريقة رهيبة. المهم يعني التانيين دول انا فتحتهم عشان كنا لسه هنشتري جبنة يعني وكده، فقلت خلاص انا هفتحهم بعد كده هحط فيهم جبنة لما جوزي يلبس ويروح يجيب جبنة، يعني عشان هو كان هيمشي على الشغل معاهم وكده. يعني هو هيمشي على الشغل وهيوديهم الحضانة وهيجيب جبنة وهو ماشي يعني، وانا هحط لهم الجبنة خلاص. حطيت بردك، عملت فشار في البيت وعملت حطيت خيار وحطيت موزة وبس كده. يعني اللانش بوكس كده بسيط وخفيف يعني بالنسبة للولاد. لو انت ولادك بيحبوا اكتر من كده حطي. وحطيت كوكيز انا اللي عاملاه في البيت برضو، لو حابين برضو الطريقة بتاعته موجودة على القناة لو انتوا عايزين تعملوها. لو انتوا بردك عايزين ان انا انزل لكم اي وصفة من الوصفات دي تاني قولولي ونعملها مع بعض تاني يعني بالتفاصيل لو انتوا حابين. قد ايه فكرة اللانش بوكس دي بتكون في الصبح كده توتر، بنجري وبنحاول ان احنا نخلص بسرعة عشان نلحق الوقت وكل الكلام ده. بتحس ان هي ساعة كده بالدنيا وما فيها تك 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 بتحس بنجري يا واد البس يا بنت البسي، بعد كده بتروحي تسرحي للبنت وتلبسي الولد وتشوفي لهم الشنط بتاعتهم فيهم الكتب عملوا الهوم ورك ولا لأ. كل الحاجات ديت بتكون صعبة، وبالذات يعني احنا بجد كتر خير كل مع كذا طفل يعني كده بتحاول ان هي تظبطهم كل يوم وهم ماشيين المدرسة وتعمل لهم اللانش بوكس، وتحاول ان تخلي اللانش بوكس يكون مغذي لحد ما في حاجات صحية لحد ما علشان برضك صحة ولادنا وكمان عشان التركيز في الحضانة. فاحنا بنعمل اللي علينا وبنسيب الباقي طبعا على ربنا علشان يجاوينا وكده. المهم ده كده هنا بقى كانت تكملتنا كانت يوم الجمعة. انا ما صورتش بس غير اللانش بوكس في يوم الاربع
مش مصورتش اكتر من كده. المهم طبعا انتوا عارفين يوم الجمعة بيكون روتين مختلف، وتفاصيله مختلفة عن اي يوم تاني. الفطار والغدا وكل حاجة بتكون مختلفة، والاجواء بنحاول ان احنا نغير الاجواء بحيث ان الاطفال يحسوا ان ده يوم جميل ومختلف ويوم اجازة. فبتكون حاجة كده حلوة وبتكون ذكرى يفتكرون بيها يعني كده بكرة وبعده. لما بتبني ذكريات في عقل أطفالك أو في عادات كده بتبنيها. أنا كإسراء مثلا لما بتكون في عادات ماما معودان عليها فما بنساهاش. ومن ضمن العادات اللي ماما معوداني عليها بس انا ما بعملهاش في بيتي بصراحة، بس انا بحب اعملها عندها جدا. لما بتكون بتعمل الاكل وبتعمل البصل على النار تيجي عامله سندوتشات بصل كده وتدينا منها. قولولي بقى مين بيعمل كده؟ ولما بتعمل الفراخ، انت عارفين طبعا الكبده والجنس وكده بتدهنا وبنقعد ناكلها طبعا. يعني احنا بنخلص الفرخه وهي بتتسلق على النار. تمام. قولولي بقى بس انتوا كنتوا بتعملوا كده يعني وانتوا صغيرين ولا ايه؟ في حاجات كتير طبعا بلا استثناء كنا بنعملها. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم كلام كتير، اني انا يعني يوم الجمعة بنحاول نعمل اكلة تكون حلوة، يعني مثلا زي اكلة السمك. ممكن السمك انا اعمله كل 15 يوم، مش بعمله كتير لان احنا عيلة محبين السمك وكده، بس برضه يعني عشان نظبط الميزانية وكده فعاملاه مثلا كل 15 يوم، يعني مرة في اول الشهر ومرة في نص الشهر. بتكون المرة ديت بتكون يوم الجمعة. لكن اي جمعة تاني ممكن مثلا اعمل فراخ مشوية، اعمل بانيه مكرونة، اللي هو اعمل يعني اكل برضك الولاد يكونوا بيحبوه عشان برضك يكون يوم مميز ومختلف. عملت سمك، كنت جايبة 4 سمكات كبار كده حلوين، كانوا عاملين 125. كان طعمهم حلو يعني. الست اللي انا بجيب منها السمك ديت بحس ان السمك بتاعها كده ابن ناس محترم. وعملت جنبيهم كده حبة رز بالشعرية. رز بالشعرية اي رز مع رز اسمه ايه ده، رز صيادية. وسلطة طبعا خيار وطماطم وخضرة وكده، وظبطت الدنيا. وده كان الغدا بتاعنا، يعني كان غدا خفيف مش خفيف، كان غدا تحفة من ألذ الأكلات بالنسبة لي وبالنسبة لعائلتي وبس يعني. المهم بقى كده طبعا انتوا في الفيديو اللي قبل اللي فات انا كنت بقلى الفول، وبقلى الفول عشان اعمل فول مدمس، وبقلى الفول المدشوش عشان اعمل طعمية. فقلت بالمرة كده اعمل معاكم بردك كان تكملة يوم الجمعة، قلت احطهم على النار يكمل زي ما قلت لكم، يعني ان انا ادمس معاكم الفول واعمل معاكم عجينة الطعمية زي ما بنعمل يعني كده كل شهر او كل 15 يوم على حسب ما بتخلص، بس اغلب الاوقات بتبقى كل شهر. المهم هنا خدت كده جد كوباية فول مدشوش، وهنا كانوا ب15 فول مدمس اللي هو يعني ربع كيلو، وشوية عدس اصفر، وهحط جزرة، وهحط مية. بحط مية يعني على حسب كمية المية، كده كده بتنشف وبتجل، فهحط مية كتير عادي. وانتي لما توطي البوتاجاز الدنيا هتظبط معاكي اصلا. اعمل ايه كمان؟ انا ما بحطش ليمون وما بحطش طماطم بصراحة. في ناس بتحط كده بس انا ما بحطش كده عشان بحس ان هي بتغمج الفول، يعني بتخلي لون الفول يكون اسود، فانا ما بعملش كده بصراحة. بس وهنا بقى حطيته على النار طبعا زي ما انتوا شفتوا كده. بحاول ان انا احط العين الكبيرة دي عادي على عين البوتاجاز الصغيرة، وابقى مغطية عين البوتاجاز الصغيرة، واسيبه كده على نار هادية لحد ما يستوي وياخد كده مع نفسه ويدي كده براحته. هنا كان طبعا انا كان عندي شوية فول سوداني، وقلت هعملهم كده، هطحنهم طحن ناعم، مش هحولهم زبدة فول، بس هطحنهم طحن ناعم بحيث ان انا لما اعوز احشي السن اسمه ايه ده، اللانش بوكس احشيه فول سوداني. اللانش بوكس احشيه فول سوداني، البلح احشيه فول سوداني. انا مش عارفه مالي مش متظبطه خالص الفتره دي. المهم الفول بحشيه فول سوداني، بحط عليه سمسم او حبه البركه عشان يعني قيمه غذائيه للاطفال. فقلت اطحنهم دول الاول قبل ما اعمل عجينه الطعميه، وبعد كده اعمل عجينه الطعميه في نفس الكبه، يعني من غير ما اغسلها اصلا، ما غسلتهاش. عملت مكان ما عملت زبدة الفول السوداني. الحتة دي مأكسدة جوي الإضاءة وما كنتش واخدة بالي بصراحة.
بس معلش عدهالي، بس دلوقتي هتتظبط يعني الاضاءة. المهم يعني جبت برطمان صغير كده بعبي فيه كمية الفول السوداني علشان احطها في التلاجة. زي ما قلتلكوا لما عاوزة اعمل في اللانش بوكس اطلع كده كام وحدة بلح، 3 بلحات للطفل ده و3 بلحات للطفل ده، بحشيها فول سوداني وبحط على وشها حبة البركة او سمسم بقيمة، يعني بتبقى قيمة غذائية كده حلوة. طبعا احنا عارفين كالسيوم وطاقة وكل حاجة كل حاجة. يعني لو يعني دماغي دلوقتي مش حاضرة معايا ذهنيا هقولكوا ايه اللي بتعمل يعني وكده، بس هي يعني كلمة روحوا وكده اعملوا سيرش هتحسوا ان هي لا ليها قيمة غذائية ولازم نديها لطفلنا كل يوم. مش لازم يعني كل يوم، بس لو متوفر الافضل ان انتوا تحطوها لهم كحاجة كده يعني تديهم طاقة وتساعدهم على التركيز وكده في المدارس اكتر. يعني كمان عشان بيعملوا هما مجهود اكتر في المدارس، بيكونوا مضغوطين وتعبانين في المدارس بالذات العيال الكبار. يعني مثلا هما بيروحوا دروس وبيروحوا مدارس وبيرجعوا يعملوا يذاكروا كده فبيكونوا محتاجين حاجة تديهم طاقة، فاهمين، عشان يقدروا يكملوا المعاناة اللي هم فيها دي. بصراحة لسه شايفة فيديو على نوع من انواع التواصل الاجتماعي يعني. كانت بتقول انا سنة رابعة ليه بيدوهم تشريح، انا مش عارفة ليه بيدوهم تشريح في سنة رابعة. انا مش فاهمة حاجة، انا عاملة زي بتقول انا عاملة زي البقرة اللي تايهة في بحر العلم. يلا ربنا يقوينا يعني على ان احنا نحاول نذاكر لهم. المهم ان انا حطيت ربطة كرات وحطيت الفول المدشوش، بس كده ما بحطش حاجة تاني. بحط بصل بس كنت في الفقرة دي كده نسيت البصل، بس في الاخر خالص هحط البصل وهطحن كده طحنتين معاكم. يعني راس بصلة متوسطة كده، يعني بصلية متوسطة وبس. ديت طريقة الطعمية، مش بتغمق معايا وبتكون هشة وجميلة ولذيذة وطعمها تحفة زي اللي احنا بنشتريها من برا، ويمكن احسن عشان انتي بتعمليها في البيت. انا بحب اعملها في البيت يعني لولادي ولجوزي، وكمان مضمونة زي ما قلتلكوا. ما بن ما مش بتكون يعني مقلية في زيت 5 مرات قبل كده، الزيت مقلي فيه 5 مرات قبل كده يعني. وحاجة زي ما قلتلكوا يعني الواحد لما بيعمل حاجة في البيت على ايده بتكون انضف واحسن ومفيدة للاطفال. فاحنا مش بنعمل كده عشان احنا بنعمل كده عشان خاطر الاطفال، عشان هما احنا يعني بنحاول نخلي جسمهم يطلع قوي ومتين وفيه طاقة ان هما يكملوا الحياة اللي ما يعلم بها الا ربنا الفترة اللي جاية دي، فاهمين، عشان يبقى عندهم طاقة للمعاناة او للعيشة اللي هيعيشوها. بصوا انتوا عارفين طبعا اللي متابعني عارف ان انا لسه جايبه الكبه دي جديد، بس بصراحه هي اللي منجزاني وهي اللي مخلياني عندي طاقه وحماس اعمل كل حاجه في البيت، عشان بتساعدني يعني بتساعدني في حاجات كتير. في كده ادوات في البيت بتحس ان هم لازم اساسيات يعني كده بتساعد الست في حاجات البيت. ف يعني اللي مش معاه يعني ربنا يكرم ويجيب كل اللي نفسه فيه وانا اجيب اللي ناقصني و بتسهل علينا الدنيا. اللي هو يعني مثلا الاير فراير، انا مش عندي اير فراير اكيد بتسهل عليكي حاجه اللانش بوكس في الصبح. ساندوتش ميكر، غسالة الاطباق. غسالة الاطباق دي اللي هي بتنجز نص اليوم بتاعك اصلا. اللي هو انا عندي مواعين لسه هعمل مواعين وهغسل وهعمل اكل لكن المواعين بقى مش هتشيل هم، يا دوبك بقى ترصيها في غسالة الاطباق وتسيب غسالة الاطباق تقوم بمهمة المواعين دي. فربنا يكرم كل اللي مش معاه ويجيب كل اللي نفسه فيه وانا اجيب كل اللي نفسي فيه طبعا وناقصني طبعا. وبس كده. المهم كده الطعمية كانت خلصت. انا هعبي كمية الطعمية الاكياس المرة اللي فاتت، يعني لما عبيت الاكياس المرة اللي فاتت كانت الكمية تمام على جدنا، بس كنت محتاجة اكتر اكتر في المرة دي. فالمرة دي يعني اللي هو الشهر اللي فات، المرة دي بقى كنت كترت اكتر في الاكياس علشان تبقى الكمية تكفينا كده لما احط كده اعمل فطار تبقى كمية حلوة يفيد مننا، بدل ما يكونش فيه يعني ان احنا نكمل فطار. طبعا يعني الطعمية والفول مش للفطار بس، ساعات يعني بتنفع معانا عشاء، ساعات بتنفع معانا غدا لو عايزين نعمل غدا اقتصادي،
وتكون حاجة موجودة في البيت، فبتنفع في كل حاجة وبتوفر معانا طبعا فلوس ومجهود وكل حاجة يعني زي ما انتوا عارفين. فبس كده. المهم برضك هحب برضك اشكر كل حد بيكتب لي بيدعيلي في الكومنتات وبيكتب لي كومنت حلو، ربنا يخليكم كلكم ويجبر بخاطركم زي ما انتم ما بتجبروا بخاطري في الكومنتات. بصراحة والله العظيم مش قادرة اوصف لكم قد ايه انا لما بقرا الكومنتات وشي بيكون معمول، عارفين انتوا السمايل اللي بيضحك ده هو انا بالظبط، اللي هو مبتسمة كده ابتسامة اللي هو فرحتوا قلبي، الله يفرح قلبكم بجد. يعني الناس بتخش تدعيلي في الكومنتات او مثلا بتسألني انت منين، انا من المنيا، اللي ما يعرفش انا من المنيا. فكل الناس يعني بتستغرب اللهجة بتاعتي وطريقة كلامي. انا بحاول ان انا اتكلم على طبيعتي في الفيديوهات، مش بحاول ان انا اصطنع يعني كل طريقتي يعني كده في الكلام. هم مش بيعترضوا على طريقة كلامي، هم حابين طريقة كلامي. فالحمد لله ان انتوا حابين طريقة كلامي، وربنا لما بيحب عبد بيحبب خلقه فيه. وانا شايفة ان انتوا يعني الناس اللي بتكتب لكم كومنتات ربنا يخليكم ويحميكم ويبارك فيكم، اللهم امين. انتوا وعيالكم اللهم امين. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني كده في الكومنتات، بشكركم من كل قلبي. انا لما بعمل فيديو بحاول يعني ان انا افيدكم حتى لو حاجة بسيطة يعني من خبرتي القليلة في هذه الحياة. بحاول ان انا ابسطكم او افيدكم باللي عندي. لو معلومة احنا عارفين طبعا ان القنوات دي بتحاول ان هي تبسطنا، وبرضك هي برضك نوع من انواع الشغل اللي هو من البيت، شغل ستات من البيت. فيعني برضك اللي حابب يعمل قناة هي حلوة جدا، بس بتاخد معانا مجهود ووقت كتير عشان تكبر وتبقى كويسة، بس يعني بتبقى برضك حلوة، فاهمين. يعني انا حبيت يعني برضك اشكركم برضك في الفترة دي عشان انتوا بتدوني طاقة كده ان انا اقوم واعمل فيديوهات واصور وانزل، ببقى مبسوطة. ساعات بقعد اقول ان انا هقفل القناة، بس بعد كده بقول لا يا بت، انت عندك ناس بيحبوكي، في ناس بتكتب لك كومنتات حلوة، لا ما تكتبيش، ما تقفليش القناة وكده، فاهمين. ممكن تكون القناة بتاعتي صغيرة والناس اللي بيكتبوا لي هم كمية قليلة، بس انا راضية بيهم، واللي بيرضي بالقليل ربنا بيعطيه اكتر واكتر يعني. فانا راضية باللي عندي والحمد لله مبسوطة، وان شاء الله ربنا يكرمنا وقناتنا تكبر وتبقى 1,000,000 مشترك، اللهم امين. وتبقى كده حاجة كبيرة كده ان شاء الله، ونعين بعضنا كده على الطاعة والتقوى وكل حاجة. وهنا بقى بس كده خلاص انا عملت الطعمية وعبيتهم، كانوا ب15 جنيه برضك فول مدشوش تقريبا ربع كيلو. فانا عملت ال4 اكياس دول ب15 جنيه، فطبعا توفير التوفير يعني. وهنا الفول كان استوى. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو برضك كده عشان انا بحبكم. يلا باي باي.